السلام عليكم، نهاركم سعيد، نهاركم طيب. رجعت لكم بعد غياب وصفة البقلاوة القسنطينية. كيما راكم تشوفوا عندي قدام اللي صورتها وما سمحتليش الفرصة ندير لكم المونتاج. اليوم كي قرب العيد الكبير قلت نحطها لكم ان شاء الله تستفادوا بها. نبداو على بركة الله. هنا عندي 500 غرام زبدة. شوفوا الصينية هذيك اللي خدمتها راهي تاع 2 كيلو على ما اظن. نعاود نذكر معكم لاني عندي بزاف ملي سجلت الفيديو. نحكموا البنات انا نخدم زبده تاع لابيل كما راكم تشوفوا تاع 500. نحكموا العلبه كما راهي، نحطوها تذوب على النار ونخليوها تبرد ونرجعوا ليها. وهنا البنات بنفس العلبه نتاع الزبده نكيلو بها الفارينه تاعنا. عندنا انا نخدم البنات بهذه ماما تي 45 هايله ما شاء الله، عمرها ما تبدلت الجوده تاعها. كاين تاني لابيل نصحكم بها تشي صافيه ومليحه. هنا نكيلو البنات 4 كيلات فرينه يعني نكيلو في نفس الحد نتاع الزبده. كي نحلو البطاطا الزبده حنا ما نلقاوهاش معبيه للفم، الحد هذاك نتاع الزبده نكيلو به 4 كيلات نتاع فرينه. هنا راح تعطينا 4 كيلات كما راكم تشوفوا. كيناهم نحطوا الملح يعني رشه فقط باش ما تجيناش صامته، ماشي نملحوها بزاف. نخلطوه مليح ونعاودو نجيبو الزبده تاعنا بعد ما تكون بردت. شوفوا البنات رايحين نصفيوها من هذاك الماء اللي فيها والحليب. عليها قلت لكم خليوها تبرد مليح. شوفوا كي تبدا تطلق لي الماء نحاولوا نصفيوها القدر المستطاع باش ما تطلقناش الماء. خلاص الماء هذاك البنات هو اللي راح يفسد، ولا حليب هو اللي راح يبس لنا العجينه تاعنا يعني تجي يابسه. نحاولوا نصفيوها مليح مليح من تم. بعد ما خليناها تبرد ونصبوها هكذا ونبسوها بيدنا مليح. لاحظوا معايا مليح طريقه العمل، ما حبيتش نقص لكم في الفيديو باش تشوفوا كل التفاصيل، وان شاء الله تنجحوا فيها. صدقوني تجي من اروع ما يكون، وصفه ناجحه من اول استعمال وتقليديه 100% وما فيها حتى يعني حاجه زايده. كما راكم تشوفوا هنا نبسوا مليح هذيك الفارينه تاعنا في الزبده اللي صبيناها، نحكوها بين يدينا مليح مليح حتى تدخل فيها البسوس وتغلف لنا حبات الفارينه. بالمناسبة البنات احنا عندنا الله يبارك 58 ولاية، العادات والتقاليد تختلف من ولاية لولاية وكل وحدة والوصفة تاعها. انا مش راح نقول لكم هذه وصفه قسنطينيه 100% ومحضه ومختصه فيها ولا باش بلا ما ندخلوا في هذاك الجدال، ولكن راح نوري لكم يعني وصفه اصليه وتقليديه اللي تنجح معكم البقلاوه اللي يحبها بالطريقه هذه يعني وبالقصه هذه. لانه كما قلت لكم احنا الله يبارك راهي متنوعه ثقافاتنا ومن ولايه لولايه تلقاو اختلافات بزاف، ولكن ديما النتيجه الله يبارك تبهر يعني حلاواتنا معترف بهم حتى دوليا. كما راكم تشوفوا راني حكيتها وخذات لي وقت بين يديا مليح مليح. ما تهاونوش، ما تخليوهاش تجيكم هذاك التكعبير. هنا هذا كما نقولوا هاد الطريقه اللي نديرو فيها تاع نبسوها مليح تخلي العجينه تاعنا من بعد طريه ما تحبحبش معاكم، ما ديرلكمش هذوك الحبوب نتاع كي تعاودوا تزيدوا تبلوها يتكوروا لكم هذوك الحبوب. نو هذه الطريقه تخليها تجيكم كيما نقولوا طريه العجينه، ما تحتاجوا تعاودوها في الماشينه نتاع الحل ما والو. شوفوا حتى كي نعاود نلمها لهذيك الكره نلقاها تجمعت معايا. هنا راهي مبسه مليح مليح. هنا شوفوا البنات دائما نخدموا بنفس الكيله. هنا عندنا الكيله الباطه هذه اللي كينا بها نتاع الزبده. هنا راح ندير خليط بين ما ورد وما زهر وما. علاش البنات انا نخدمها بالمخبل. المخبل هو البنات اللي ما يعرفوهش هو خليط بين ما ورد وما زهر، نزيد نخفوا بالماء يا البنات. وكيما هكا كيما راكم تشوفوا نبلها على دفعات، ما نصبوش الخليط نتاعنا تاع الماء والماء زهر وما ورد دفعه واحده باه نعرفوا احنا الفارينه. اكيد كاينه فارينه تشرب، كاينه فارينه لا اصلا باش تنجح العجينه يعني لازم الماء يدخل تدريجيا في العجينه كما راكم تشوفوا.
نعجنها، مش نلمها فقط، نعجنها بيدي هكذا، حاجة خفيفة. باش تسمى كي تشرب نعرف كمية الماء اللي تحتاجه. هي على الغالب راح تدي نفس الكيلة نتاع السمن، تاع عفوا نتاع الزليدام ولا نتاع الفارينة. كي نجمع هكا ونلقاها شاحت نعاود نضيف كيما قلت لكم. نبلوها على دفعات تدريجيا ونلموها هكا بيدينا مع عجن خفيف باش تدخل في بعضها. البنات العجينة ما تكونش طرية خلاص، لانه من بعد كي تريح وتستعجن راح الزيت تطلق روحها، وما تكونش يابسه للدرجه الكبيره، يعني بين وبين هي شويه نوعا ما يابسه. نبلوها مليح كيما تشوفوا، نلموها مليح ندخلوها في بعضها مليح مليح باش كي ترتاح ونعجنوها تعطينا الطوع وتكون عجينة ملساء رائعة سهلة للاستعمال. البنات بربي ان شاء الله نزيد نفيدكم بوصفات، بما انه عيد الاضحى المبارك مبقاش عليه بزاف، يعني حوالي شهر او اقل من شهر. باذن الله راح نشارك معكم وصفات اللي نخدمهم سوغ كوموند، يعني نشاركهم معكم كيما وصفه مقرود المقله القسنطيني، كيما وصفه القريوش، الكروكي. هذو هما يعني الحلويات التقليديه الجافه اللي تستعمل بكثره في عيد الاضحى المبارك. باذن الله من ندير وصفه راح نصورها ونبارطاجيها معكم، وعذرا على الانشغال يعني. واللي حبت وصفه تكتب لي في التعليق باذن الله نلبي لها الرغبه تاعها. شوفوا البنات، عفوا على الصوت، كما راكم تشوفوا هاني لميتها، نحطها ترتاح في ساشي اليمونتير، نخليها ترتاح يعني مده نصف ساعه ولا البنات، ونعاود نرجع ليها باش نعجنها. شوفوا البنات انا اللي خليتها تحت شويه هنا ديجا راني بديت العجن، ما كنتش نصور، يعني كنت نحسب فيه روحي نصور وما صورتش. شوفوا البنات طريقه العجن راهو دلك، مش عجن كيما نقولوا تعجني في مسمن ولا لا، مجرد دلك. شوفوا ندير بين كف الهبطه الاخرى تاع الكف وبين الصوابع من فوق، يعني دلك خفيف باش يدخلوا العجينه في بعضها، يعني ما نحتاج تطلق لي العلك تاعها هذاك. شوفوا كيما نعدت لكم، نحكموا بالاصابع وبالاخر الكف نتاعنا. شوفوا البنات كيما نقول لكم ندلكوها يعني مده واحد 10 دقائق او فايت حتى نشوفوها طرات معانا، تولي نوعا ما طريه ماشي جاريه يعني. وهنا البنات راني ما نضيفوا لا ما لا والو، مجرد دلك فقط راح تطلق روحها العجينه وتولي لينه على الكيف. على هذه قلت لكم الكيله تاع الماء ما تزيدوش، يعني ديما نخدموا بالكيل كيما نعدت لكم المقدار اللي درتوه. وهذا كيما قلت لكم هذه راهي تاع صينيه تاع 2 كيلو، راح تجيكم قد المقادير اللي عطيتكم. كيما العجينه ما تبقاش تتقص، ما تبقاش منها تطايش، تبقاش الزيت هذاك اللي يطايش فيها. كيما راكم تشوفوا ها نقسمها على 8 قطع. العجينه تاعنا هذه نقسموها على 8 قطع، نديرو نفرشوا 4 وجوه من فوق ونفرشوا 4 من تحت. انا هذه هي طريقتي وهكا نخدمها، 4 من فوق و4 من تحت، نقسموهم، نحاولوا نقسموهم يكونوا متساويين، ونخدموا ونلوزوهم كيما نقولوا مليح مليح. وانا كيما هنا البنات المبتدئات استخدموا الميزان، يعني اقسموهم قد بعضهم كامل، ديروهم بعديش انا درتهم الله اعلم 250 في الوحده ولا اقل بشويه، يعني المبتدئات باش ما تحير لكمش ما تجيكمش وجه اكثر من وجه، ولا من بعد وجه يجيكم ناقص ما تلحقوش على الاحراف. يعني من الافضل انكم تقسموهم هكا بالميزان باش تعرفوا مقدار كل خبزه كيما نقولوا وحده مطروحه قداه. شوفوا البنات هاني نقصت انا باسكو خرجوا لي 7، هاني نقصت من كل وحده خليت لها ميزانها ودرت لها كيما نقولوا الرابعه، هاني نقصت منهم حتى كملت الرابعه. شوفوا البنات نحكموهم نلوزوهم كيما راكم تشوفوا، ندخلوهم في بعضهم ونلوزوهم مليح. شوفوا معايا الطريقه البنات، سامحوني الفيديو اكيد طويل ولكن تعمدت نعت لكم جميع الطرق
خاصة المبتدئات باش تنجح فيها تولي تخدمها وحدها. هاي ليكم كيف نلوزوهم باش تتلملنا مليح هذيك الوحله وحده باش كي تريح ونحلوها تعطينا الطوع بلا ما نديروها في الماشينه اللي تحل عجينه بلا حد شيء، بالقراص فقط ولا القنوط كل واحد كيف يقول له. احنا في قسنطينه نقولوا القنوط فقط. تعطيك الطوع العجينه وتتفتح لك قد ما تفتحي قد ما تطلق روحها. هنا البنات هاني بعد ما لوزتهم في 8 شوفوا السطح املس على الكيف، نحطهم يرتاحوا هكا في ساشي اليمونتير. خليهم البنات يرتاحوا ساعة ولا يعني على اقصى شيء. البنات يعني اللي تحب تخدم ديما تقسم خدمتها على زوج. ننصحكم من باب النصيحة اخدموا مثلا الا حبيتوا تخدموا تبلوها في الليل تخليوها تبات الصباح تخدموا البقلاوه تاعكم، والا تخدموها في النهار في الصباح وفي الليل تخدموها. هنا شوفوا معايا عندي كيما قلت لكم صينيه 2 كيلو. انا البنات نغلب الجوز على اللوز كيما شفتوا في يدي راني نعدت لكم كميه كيفيه الرحيه زعما كيفاه ترحيو الجوز هاو طري. على هنا نغلبو سما في 2 كيلو راني ندير كيلو ونص جوز ونص كيلو لوز. واللي تحب تزيد شويه باش تجيها عاليه مليحه تزيد. هي يعني صينيه 2 كيلو تقدر تهز لك حتى 205 و 350 غرام حشو. سما اللي تحب تضيف على روحها باش كيما نقولوا تجيها الحبه مقدره عاليه. سورتو اللي يحبوا يديروها المناسبات ولا اللي تديها معاها عروسه ولا. هنا البنات راني نكيل فيه هذاك الجوز راني نكيل فيه باش ندير 2 كيلات هكا وكيله لوز. يعني زدت تاكدت من الميزان. قلت لكم البنات اللي تحب توزن حاجتها باش تجيها كل شيء كيما نقولوا على حبه كل شيء مسقم ما تغلط فيه حاجه ما دير. شوفوا البنات عاودت كيلت سما 2 كيلات جوز وكيله لوز. هنا كيما قلت لكم بالميزان راهم كيلو ونص جوز ونص كيلو لوز. السكر هنا راح نديرو 600 غرام بمقدار 300 غرام في الكيلو. دائما هذه قاعده لانه بعد البقلاوه تتعسل ما نديروش اكثر من الثلث فيها السكر. يعني ديروا سكر كريستاليزي 600 غرام هنا في 2 كيلو هكذا البنات. ونخلطوهم مليح ونبلوهم بنفس الخليط اللي بليت به العجينه اللي هو المخبل، خليط بين ما ورد وما زهر. هنا البنات جبت القرفه والقرنفل ما تحيروش انا نشتي نسمهم هكذا يعني وعاده من بكري نسموهم على الطرف يعني ماشي نحطوا قرفه وقرنفل يعني بالحجم اللي تبان في العجين في الواحد، ولكن لا هو هذه الطريقه تنسمهم وتنحي الريحه تاع المكسرات هذيك اللي تكون غير مرغوب فيها. جربوها البنات وردوا لي بالخبر، ولكن رشه فقط صدقوني تجي من اروع ما يكون. كيما راكم تشوفوا نخلطوا المكسرات نتاعنا بالسكر مليح ونزيدوا نفيريفيو يعني باسكو الجوز كيما تعرفوا بزاف يشبه القشور ودي فوا كوما تنقيهش مليح راح يقعد لك هذاك العظم ديك الكحوله. حاولوا تديروه مليح. شوفوا البنات انا نخدم بهذه النوعيه والله ما هو اشهار ولا حتى حاجه، لكن الصراحه نوعيه ناصح جد مليحه يعني قاطعه مليح تعطيكم الواحد. شوفوا البنات راني صبيت شويه سما انا ما خلطتش هنا وشو صبيت شويه ما زهر وزيد نخلط ما ورد كيما قلت لكم راني نفتل به بيدي كي الكسكس يعني ما نعجنوهش البنات. الحشو تاع البقلاوه ما يتعجنش راهو يتفتل كيما النعمه يتفتل مليح باش يدخل هذاك السكر مع المكسرات ويدخل معاه البلان يجي هكا كيما النعمه المفتوله. شوفوا معايا مليح الطريقه خلطوا مليح باش يتقاس كامل تقيسهم البله وما يكونوش معجنين. البنات ما تعجنوهش عندكم الى غلبتكم يدكم وبان لكم شوي جاري خليوه يريح حتى يشرب كيما نقولوا يتلم وحده. شوا تولهو تديروه يعني عينكم ميزانكم رشات خفاف فقط وهكا تفتلي بيدك حتى يدخل مليح باش يذوب هذاك السكر مع المكسرات وما يقعدش. شوفوا البنات زيمه
يعني حاولت نوضح لكم وما حبيتش نقص خلاص باش تشوفوا مليح زي ما هكذا. نحكم مليح ونتاكد انه السكر هذاك راهو داب. خليوه يرتاح البنات بعد ما تبلوه. وهنا راح نكون فصلت لكم جزئين تاع البقلاوه. خلصنا في الجزء الاول، انتظروني في الجزء الثاني باذن الله.